السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كامل اللي التحقتوا بالقناة ديالي. نشكركم دايما على الدعم ديالكم ونقول لكم دايما مرحبا بكم. ان شاء الله يدخل علينا هذا العام بالصحة والهنا، وان شاء الله يا ربي ينصر اخواننا في غزة. هذا واش حنقول في هذا العام، ربي ينصر اخواننا في غزة، وان شاء الله يا ربي يهلك جميع الصهاينة يا ربي يا كريم. الوصفة ديال اليوم كما راكم تشوفوا فيها هكذايا جبتكم الخفاف، ما كاش اللي ما يحبهمش، وخاصة احنا الجزائري يعني كبار وصغار كامل نحبوا العجين. ما نخلو بغرير، ما نخلو محاجب، ما نخلو معارك، الله يبارك ما شاء الله، يعني كامل متربيين عليهم، كامل نحبوهم. هذه هي. تبعوا معايا البنات الوصفة ديال اليوم والطريقة كيفاش حنعجنها وكيفاش راح يجيكم ماشي معجن، كيفاه ما يشربش معاكم الزيت. هذه هي. نبدا بسم الله. هنايا في السميد انا اخترت السميد المتوسط، نتوما من الاحسن اللي عندها رقيق ومتوسط تخلطهم. انا هنايا درت 700 غرام ديال السميد متوسط، درت سيمان هنايا، كيله ديال الماء، عندي مغرفه خميره، مغرفه سكر، مغرفه ملح وحبه بيض. واللي تحب الكيل انا درت 15 غرام ديال الخميره تاع الخبز، ودرت 15 غرام ديال السكر و15 غرام ديال الملح، يعني هنايا في 700 غرام. رايحه ندير لهنايا ندير السكر والماء. الماء دافي هنايا البنات كي نديروا الخميره تاع الخبز راح نديروا الماء دافي، نحركوها ونخلوها بتجيه، نغطوها ونخلوها حتى تخمر. لهنا هذه عمليه تخمر نسموها لو لوفا. هذه هي. انا مع الاول درت غير الطل، ومن بعد جريته في العجينه، عاود زدت 200 غرام، تسمى مع الاول درت الطل ومن بعد زدت. مي صدقوني جا بنين، جا هايل يعني، وما كترتش هاد الخطره باسكو موافا نديرو ما كترتش، يعني باه نصور معكم الفيديو برك، مع الاخر هبلوني ولادي ماما كيفاش ما قعدتش، ماما علاش درتي هاد الخطره، درتينا غير شويه. مي ان شاء الله البنات راح نجربوه نتوما ويعجبكم. لهنايا اني حطيت الدقيق، الزيت لهنا اني حطيته باه نشمخ به يديا برك، هذا ما كان باه العجينه ما تلصقناش في اليد في الاخير. ما درت لهنايا مع الاولي ملح ني والو، ندير غير السميد ونقعد نطم فيها، يعني عادي طموها عادي كيما راكم تشوفوا هكذا يا البنات، باسكو كاين بزاف بنات صغارات يعني يعني منهم بنتي ما يقدروش يطموا حتى الاخير العجينه مليح. دائما انا بنتي دائما تحصل في الاخير، انا نطم لها الحاجه وانا نتقلق ما نكذبش عليكم، نحب حاجه تمتم نديرها تمتم، يا ماما تقول لي خليني انا ندير انا ندير، نخليها تبدا كل حاجه، بصح في الاخير نحب انا نطم. هذه هي. سورتو الحلوى ما نخليهاش هي تكمل، نخاف تعجنها لي ولا يتسمى دائما انايا نكمل. هاي ديك لهنا شوفوا انا هنايا هنا طريتها ولي زدت لها شويه سميد، يعني ما وريتهاش، زدت لها شويه سميد باسكو شوفوا اي طريه. لازم هنا كي نطموها ناشفه، العجينه من الاول كامل ما نطموهاش جاريه، نطموها ناشفه. انا هنا كي شفتها بلي جاريه عاود زدت لها 200 غرام ديال السميد. ومن الاحسن البنات نخدموا بالسميد، انا ما نحبش العجين بالفارينه، ما نكذبش عليكم، أنا نحب البغرير بالسميد، الكسره بالسميد، المعارك المحاجب الخفاف نحبهم، يعني طربينا حنايا في الدار نديروا بزاف السميد، ما نديروش كامل الكسره تاع الدقيق ديال الفرينه ما نديروهاش كامل. هاي لك لهنايا بعد ما شمختو في اليابس خليته قعد ساعه، حبيتو نتوما تشمخوه في الليل وتخلوه للصباح ديروه كيما حبيتو ديروا نتوما. انا هنايا خليته ريح لي ساعه ووليت ليه. بعد ما طلعت الخميره وكامل تخمرت كيما راكم تشوفوا فيها، دوكا نخدم كيما راكم تشوفوا بالكف ديال يديا، يعني نديرو شغل نديرها دبزه ونعبز بها. علاه ندير هكذايا باه الخميره كامل ندخلها في العجين ونعجن، وميم طون راني نعجن فيها بالعقل. شوفوا نتوما اللي عندها بيتخا بيان سور البنات دير البيتخا نتاعها ما تعيي روحها ما والو، ديروا في البيتخا هكذايا 5 دقائق، ومن بعد بيان سور تحبسي البيتخا تاعك تخليه يريح شويه باش ما تحرقيش. ودائما البنات نوصيكم على البيتخا جامي تروحوا ديروا الفيتاس 5 ولا 6، دائما تحبسوا في الفيتاس رقم 3 كيديروا لي جينواز، معليش كيطلعوا الفوليوم، بصح هكذا في العجين نوصيكم تحبسوا دائما في 3 واعجنوا بعقلكم. ديروا 5 دقائق وحبسوه، نزيدوا 5 دقائق ونحبسوه، ونزيدوا 5 دقائق ونحبسوه، يعني كامل العجين راح يستقى منا ربع ساعه حتى 18 دقيقه ديال العجين، هذا ما كان.
ونقعدوا نزيدوا الماء بالعقل، نشمخوا يدينا بالعقل ونزيدوا الماء البنات نعجنوه هكذا كيما راكم تشوفوا فيا انا ندير. وخاصه يعني هذه الطريقه هكذايا يعني راح يتعجن بلا ما نقطع فيه ما والو كيما راكم تشوفوا فيه هكذايا. مرحبا بكم اللي التحقتوا بالانستغرام ديالي، نقول لكم كويزين ساميه الجيريان، جروب فيسبوك تاني كويزين ساميه الجيريان، يعني الاخوات اللي التحقتوا بالقناه ديالي جدد نقول لكم مرحبا بكم، نورتوني في قناتي. هنا راكم تشوفوا كيفاش راني عجنتها، الله يبارك. كيما شفتوني ندير نروح معاها بالعقل برك، ندير الماء ونروح معاها بالعقل حتى نعجنها. دوك لهنايا راح نضيف الملح، مغرفه ديال الملح، ندير لها شويه ما هكذايا ونفرغها باه يذوب معايا، ونفرغها ونكمل تاني نفس الشيء، نكمل نعجنها. وهنايا العجينه ديالنا راح تكون طريه، باسكو كاين اللي يبداو ديريكتومون غير بالما تم يشمخوها ويطروها وما يعجنوهاش. هي لا من الاحسن يعني هاد الحوايج ديال الخميره دائما نعجنوهم باه يجونا خفاف، وما هيش راح تلصق في يديكم. اذا شفتوها تلصق في اليد روحوا شمخوا يديكم بقطره ديال الزيت برك البنات، وراكم تكملوا تعجنوا فيها. انا شوفوا لهنا من الاحسن يعني تانيك تحبوا تخدموا في الرخامه تخدموا في الرخامه. انا عجنت هكذا في الجفنه تاع ماما الله يرحمها، نحب نخدم فيها. حطوا فوق الرخامه وبداو يعجنوا. هاي ليك شوفوا لهنايا راهي تلصق مي او ميم طون ماهيش تلصق في يديا كيما راكم تشوفوا يديا هاك ما غسلتها ما والو، اني ديريكتومون اني نعجن. نكملوا هكذايا نعبزوها مليح بيدينا ونزيدوا لها الماء، نروحوا بالعقل كيما قلت لكم. انا دات لي هذيك الكيله ديال الماء مي بصح اني نفرغ بالعقل. صديبون نتوما السميد ديالكم تقدروا تزيدوا وتقدروا ديروا كيله وتقدروا ديروا اقل، صديبون السميد اللي رايحين تخدموه. يعني السميد المتوسط والسميد الرقيق ماشي كيف الرقيق يرفدنا الماء والمتوسط ما يرفدش. دوك لهنايا شوفوا كيما راكم تشوفوا اني زدت حبه بيض كامله في الاخير بعد ما عجنتها وحسيتها بلي راهي معجونه مليح. زدت لها الحبه ديال البيض وندخلوها بالعقل حتى تدخل كامل حبه ديال البيض. كي تكونوا البنات تعجنوا فيها حتى تحسوها بلي ترتق معكم العجينه فيها فقاعات. دوك تشوفوا في الاخير راح نوريكم الفقاعات هذوك اللي دارتهم لي. واللي عندها بيتخا بيان سور تسهل على روحها تحطها يتعجن وتخدم حاجه واحده اخرى. وكي كندخلوا هذيك الحبه ديال البيض نقعدوا نخبطوا فيها كيما راكم تشوفوا هكذايا. ندهن يديا بالزيت ونقعد نخبط فيها وديروها نتوما فوق الخامه خبطوها مليح. هذه هي يعني طريقه سهله البنات وتسهل عليكم وتجيكم بنينه خير من الفارينه. الفارينه تجيكم معلكه وتجي ماشي بنينه وما تقعدش ما تشدش، يعني غير تقعد ساعه زوج تلقاوها ما ولاتش بنينه. هنايا نضربوها واحد الخمس دقائق، يعني حتى لو كان جوزتيها في البيتخا لازم تضربيها هكذايا، لازم تخبطوها هكذايا شويه باسكو هو الخفاف لازم له يتخبط. شوفوا لهنايا الله يبارك الفقاعات اللي دارتهم معنا، شوفوا كامل الله يبارك. دوك لهنايا راح نغطيها ونخليها تخمر. هاي لك لهنايا بعد ما خمرت انا البنات ما نحيتها ما بدلتها ما والو، خليتها كيما راهي في الجفنه وخدمت بها يعني جات هايله هايله. دهنت يديا بالزيت كيما راكم تشوفوا وحركتها بلا ما عاودت هبطت لها الخمير البنات، خليتها كيما راهي مخمره كيما راهي. دوكا واش نديرو؟ ندهن السنيوه ديالي ونحكم ندير كريات مي ماشي كامل العجينه، نديرو غير قص واش حنطيبو. هذا ما كان باغ اكزومبل ديرو 3 حبات 4 حبات 5 حبات تحبسوا، والاخرى خلوها في الجفنه وغطوها باسكو لو كان تخلوها عريانه راح تنشف معاكم وتيبس، يعني غطوها وخلوها بجهه. وهذوك 5 حبات انا نديرهم ل 4 حبات بعد ديريكتومون نطيبوهم. هذا ما كان. دوكا نرجع للزيت ديالنا. الزيت البنات لهنا باه ما يتشرب لكمش الزيت ما تكثروش الزيت باسكو كاين بزاف اللي يجوهم الخفاف ديالهم يجوا شاربين بزاف الزيت. هادو ما صدقوني يجوكم هايلين. ما درتش مونبا البابي، ما درتش مونبا البابي ديريكتومون حطيتهم في الطبسي وكليناهم. هاي ليك نشمخ يديا بشويه زيت. ولا هنا البنات شوفوا تبعوا الطريقه اللي نخدم بها انايا.
نديرهم هكذا، أنا نرققهم، ما نخليلهمش الحاشية بزاف خشينة، واللي تحبهم خشان تخلي الحاشية هذاك لوتور تخليه شوية خشين، مي من الأحسن نرقوهم هكذايا باه كي تاكلوهم ما تكونش معجنة، باسكو كاين بزاف أنا أصلًا ولادي يديروا هاد الشي، كي يلقاو حاجة معجنة واش يقعدوا يديروا، يقعدوا يتقبوا فيها وينحوا هذاك العجين كامل يرموه. شوفوا لهنا الله يبارك كيفاش تنفخوه. كي نحطوها نخلوها تريح هكذا شوية برك في المقلة، ومن بعد نبداو نفرغوا عليها في الزيت. الزيت البنات بيان سور مع الأول نسخنوه مليح، ومن بعد راح نقصوا للنار، باسكو باش طيب لكم مليح ما تكونش معجنة، هذه هي علاش نقصوا الغاز، باسكو لو كان تزيدوا الغاز تغلبكم تمتم تحرق معاكم وتقعد من الداخل خضرة. دوك لهنايا بعد ما قلبتها كيما راكم تشوفوا في الزيت هكذايا، او كاين غير شويه ما كاش بزاف، نفرغوا لها في الداخل ونقعدوا نحركوا فيها حتى نزيد تاخذ لنا هذاك اللون الذهبي هذاك دوغي ونحيوها. وهادو لهنايا البنات انا اللي خدمتهم حطيتهم في السنيوه، ما تكتروش كيما قلت لكم، ديروا غير شويه باه ما تنشف لكمش وما تيبسش معاكم، باسكو غير كون تنشف بزياده وتيبس كي ترفدوها راح تشقق معاكم في يديكم. يعني نديروا غير 3 حبات 4 حبات ونبداو نطيبوا. تبعوا البنات الطريقه وراح يخرجوا معاكم الخفاف، يخرجوا معاكم بنان هايل، وخاصه في الماء البنات هنا لازم يكونوا طريين، كيما شفتوا العجينه لازم تكون طريه، العجينه هذه راهي كتر من تاع المطلوع، تكون كتر طريه وكتر من تاع المعارك. نزيد معاكم حبه واحده اخرى كيما راكم تشوفوا لهنا، قربتها لكم باش تشوفوا كيفاش دارت النبابل وتنفخت. وكيما هضرت مع الاول في الفيديو، ما كاش اللي ما يحبش، وحنا خاصه يعني الجزائريين نحبوا العجين بزاف بزاف. هذه هي حاجه شوفوه مع بنان بصح يعني ولا غير واعرين في الخدمه، صدقوني واعرين تبداو تخدموا فيهم يا عيال واحد، سورتو المحاجب. المحاجب يعني بزاف صعاب. هاي ديك شوفوا كيفاش الزيت تانيك بالنسبه يعني كميه تاع الزيت ما كاش بزاف، والحمد لله يعني احنا الجزائريين يعني رانا معروفين يعني بالاطباق ديالنا، الله يبارك، الشرق غرب وسط صحراء ما شاء الله، يعني كاين بزاف اطباق تقليديه، وكل ولايه عندها طبق اللي يخصها واطباق يعني كامل بنينه. يعني واحد ما يجي يقولنا بلي يعني احنا جزائريين وحنا الحمد لله كي الحلوى كي العجين كي الاطباق التقليديه ما شاء الله الله يبارك. هاي ليك شوفوا كيفاش نخدمها، باسكو كاين اللي يخدموها فوق الطبسي، واحد يخدمها فوق البوطاجيك، واحد كيفاه، انا نحب نديرها هكذايا ونحطها. هاي ليك شوفوا حطوها بالعقل ما ترموهاش باش تطير عليكم الزيت، حطوا بالعقل هذا ما كان، وسقموا الحبه ديالكم هكا بالفرشيطه والمغرفه ونرموا عليها الزيت. ونقول لكم ان شاء الله البنات تسيوهم وينجحوا معاكم، خلوهم بيان سور يتخمروا مليح، خلوهم يعني يخمروا ما يخرج لكم هكذا، سورتو العجين هاد الحوايج يحبوا بزاف العجين، قد ما تعجنوهم ويدير لكم النبابل هادوك قد ما يجوكم بنان. ونشكر بزاف الاخوات اللي بعثتوا لي على الحلويات اللي درتهم، الله يبارك، نقول لكم يعطيكم الصحه، انا من داك نشوف حتى نغير نقول الله يبارك، كاينين خدموهم خير مني لي زونترومي هذوك اللي درتهم، الله يبارك ما شاء الله، نقول لكم يعطيكم الصحه، درتوهم هايلين وبصحتكم، والله غير صدقوني غير نفرح لي غوتور تاعكم هكذا كي تبعتوا لي وتقولوا لي يا طاطا انا سينا هذيك، غير نفرح. هذه هي دعاوي الخير يا البنات، هذا ما كان وما كاش كيما اللي يسيي حاجه ويبارطاجيها للناس، خلوا البنات يتعلموا، هذا ما كان انسان ما لازمش يبخل، واش تتعلم مد صدقه جاريه ان شاء الله تقعد عليكم، هذا ما كان. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها، ونقول لكم اطهلاو البنات، ولا مازال ما اشتركتش نقولها اشتركي وديرونا لي جام وبارطاجيو مع صحباتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.